ريمونتادا زملكاوية على المنظومة التحكيمية الغير عادلة وثلاث نقاط من ذهب ليسجل الزمالك الانتصار الأول في الدوري المصري. الزمالك يبدأ التشكيل ب 3-4-3 اللي بتتحول ل 3-2-4-1. محمد عواد في حراسة المرمى، قدامه ثلاثي دفاعي محمود علاء كاستروبر، على يمينه حسام عبد المجيد وعلى شماله محمد عبد الغني. قدامهم ثنائي وسط ملعب دونجا ديفندر ميدفيلدر وفتوح ميدفيلدر سنتر. قدامهم نضاي كوينج باك رايت وشلبي كوينج باك ليفت وزيزو وعمر جابر كميدفيلدر اتاك. قدامهم الجزيري كسنتر فيرود. اوسوريو وبابا فاسيليو والكرة الحديثة وعدم التخلي عن البيلد اب بيمتعوا كل مشاهد في الشوط الاول. محاولة تنفيذ الضغط العالي من كلا الفريقين، ولكن الفروق الفردية الفنية للاعبي الزمالك بجانب الأداء الجماعي بتضع الزمالك في أكتر من فرصة حقيقية. انطلاق مصطفى شلبي والتمريرات الكاسرة للخطوط اللي بنشوفها منه وضعت زيزو في إن ممكن يحرز الهدف الأول، وبوجود فتوح كلاعب بوكس تو بوكس أعطى اللاعب الفرصة في مساعدة الفريق في بناء الهجمة. وكمثال، تنفيذ اسيست لعمر جابر كان وارد احراز هدف التقدم، ولكن مش عايز امشي واسيب كنترول احمد فتوح في السمولت زون دي. ده ان كان بيدل على شيء واحد فقط، ان دايما اللاعب ده بيعمل اسكان لكل اللعيبه اللي حواليه، ورؤيه عمر جابر ووضعه في مواجهه مباشره مع ابو جبل كان ممكن يحرز منها الهدف الاول. ولكن بطء الارتداد الدفاعي للاعبي الزمالك وانك تلعب بحسام عبد المجيد ومحمود علاء في خط دفاع بيتكون من 3 لعيبه، ده دايما كان وضع الزمالك في خطوره دائمه على المنطقه الدفاعيه. ولتاني مرة محاولة من حكام الدوري المصري ولكن بيفشلوا فيها إثبات إنهم الأعظم في احتساب أخطاء ليست متواجدة بكرة القدم، وحرمان الزمالك من أخذ أبسط الحقوق بملعب المباراة. ومع بداية الشوط الثاني أوزوريو يدرك إن مش من المنطق أبدا إن أبدأ ب2 لعيبة استروبر ويكون بإدخال المسلوسي والزناري، وتتحول الطريقة ل3-3-3، وبيتحول زيزو من منطقة الميدفيلدر أتاك كلاعب سنتر فيرود. ضغط من لاعبي الزمالك وعدم التخلي عن البيلد اب مع رفع شعار المستحيل ليس زملكاوي بيحرز الزمالك الهدف الاول عن طريق الافضل في مصر. وفي حديث غير لائق من لاعب البنك الاهلي مع حكم المباراه بتتساوى الامور بين الفريقين، وبضغط دائم من لاعبي الزمالك واصرار بيطلق دانا شيكابالا ليتقدم الزمالك على البنك الاهلي. في حاجه حابب ان انا اقولها لكم بعد قرعه دوري ابطال افريقيا والكونفدراليه ووجود الزمالك والاهلي في مجموعه سهله نسبيا. في صديق ليا اهلاوي ظهر عليا بجمله غريبه جدا، قال لي يا رب نص حظ الزمالك بسبب وجود الزمالك في مجموعه سهله. حابب اقول لك حاجه، هو ده حظ الزمالك. اما عن هدف شيكابالا، يا سلام يا حبيبي على رجلك الشمال، ده يتقال فيها موال. كل الدعم لكيان الزمالك، وان شاء الله القادم يكون افضل لينا.